السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل كيكة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله، بس ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا معايره المقادير كلها بنفس الكوباية اللي فيها اللبن دي، فانت كمان عايري بكوباية واحدة المقادير كلها. معايا دول كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح والدقيق منخول، معايا كوباية سكر، كوباية الا ربع لبن، 3 بيضات، كيس بيكنج باودر، كيسين فانيليا. الطعم المختلف اللي معانا كيس كريم كراميل، ومعايا بشر ليمونه. تمام. وكمان معايا كوبايه الا ربع زيت، بس انا لسه مش حطاها دلوقتي في المقادير. هحضر الشفشق بتاعنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. جهزت الشفشق بتاعي، هنسمي الله كده. هنحط اول حاجه السوائل الاول. اللبن بتاعي دافي، بسم الله. كوبايه الا ربع لبن. هنحط مع اللبن السكر، بسم الله. هنحط كيس الكريم كراميل برضو اهو. هحط بشر ليمون. بشر ليمون ده اختياري، بس بجد بيفرق في طعم الكيكه بشر الليمون. دلوقتي لما بعمل كيك فانيليا بحط معاه بشر ليمونه، وبحط كمان معاه عصير ليمونه كبيره. احط الفانيليا. تمام كده، احنا حطينا كل المواد اللي احنا هنضربها في الخلاط. هضربها وارجع لكم تاني. بعد ما ضربت المقادير في الخلاط بس لسه ما نزلتش الزيت، انا عايرت الزيت اهو بنفس الكوبايه، بسم الله. احط الزيت اهو بالشكل ده. خلاص كده بعد ما ضربت الخليط، بصوا الخليط بتاعنا تقيل. تمام، هاخد منه كوبايه عشان خاطر هنحطه على وش الكيكه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كوبايه. بصوا الخليط تقيل ازاي. بعد كده هنحط الثلاث بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بالشكل ده. احنا كده كده حاطين الفانيليا وحاطين ليمون، فان شاء الله ما فيش اي زفاره ولا اي حاجه. هضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. حطينا البيض وضربناه، هننزل بالبيكنج باودر، بسم الله الرحمن الرحيم. نديله تقليبه. خلاص قلبنا البيكنج باودر، هننزل بالخليط بتاعنا. بصوا عامل ازاي، بسم الله. نزلي كل اللي في الشفشق عشان خاطر الكيكه بتاعتنا تطلع حلوه ان شاء الله. بسم الله. هنقلب في اتجاه واحد. احنا بنقلب الكيك، انا حسيت ان هي تقيله شويه، فانا هزود لها كمان معلقتين لبن بالشكل ده وهقلب. بسم الله. لبن دافي او سخن مفيش اي مشكله. دلوقتي في كيكه الحليب السخن بجد برضو بتبقى حلوه، هعملها معاكم مره برضو اهو بالشكل ده. القوام ده حلو قوي للكيك. ادي الصينيه بتاعتي انا حاطه فيها دهنه زيت وحاطه رشه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كده بالقوام كله. بصوا الخليط ناعم جدا وحلو قوي، وكمان لونه حلو قوي. انا مشغله الفرن. اول ما بدات احضر المقادير بتاع الكيكه انا شغلت الفرن بتاعي من تحت بس على 160. انا بشغل على 160. بحطه على الشبكه اللي في النص، الرف اللي في النص. لو انتي عندك فرن بالكهرباء هتحطي برضو على الرف اللي في النص، وتحطي صينيه من تحت الصينيه دي عشان خاطر الفرن اللي بالكهرباء بيبقى حامي شويه فبيلسع الكيكه بسرعه. تمام، هظبطها وادخلها الفرن وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. الكيكه بتاعتي اهي بقت جاهزه. بصوا عامله ازاي، والسوا بتاعها مظبوط الحمد لله. تمام وطريه. عشان خاطر تحافظي على طراوه الكيك بتاعك اول ما يخرج من الفرن لازم تغطيه بفوط المطبخ حوالي 10 دقايق عشان تفضل طريه معاكي. مهما تقعد معاكي في البيت تفضل طريه من اول قطعه لحد اخر قطعه. تمام، من غير ما تسقيها لبن ولا اي حاجه خالص. في ناس بتسقي بميه بسكر، لكن انا ما بسقيش لان هي بتفضل طريه بسبب الخطوه اللي انا بعملها، ان انا بحط الفوطه عليها اول ما بتخرج وهي سخنه. تمام. ده الخليط اللي انا كنت شايلاه الكوبايه اللي انا قلت لكم عليه. بصوا كمان تقل شويه لما قعد. حابه تحطيه في التلاجة عادي، حابه تخليه بره مفيش اي مشكله، الجو ساقعه فمفيش اي مشكله. هنبتدي ننزل الخليط بتاعنا ده كده اهو على الكيك بتاعنا اهو بالشكل ده.
نوزع الكمية كلها على الكيك. نبتدي نوزع الخليط كده اهو بالشكل ده. حابه ان انتي تزودي الخليط اكتر من كده مفيش اي مشكله، بس احنا بس بنطعم الشكل بس من فوق مش اكتر. بالشكل ده هسيب بس الخليط يتماسك شويه مع الكيك، وبعد كده هنزينه بكيس الكراميل اللي هو بيجي مع العلبه بتاعه الكريم كراميل، هنزينه بيها. بس هنستنى بس حوالي 5 دقايق ولا 10 دقايق تتماسك بس معاه بالشكل ده. بجد ريحتها حلوه قوي وهي بتستوي. خلاص بعد ما استنينا 5 دقايق او 10 دقايق الوقت المتاح معاكي، هنبتدي نزينها بالكيس الكراميل اللي موجود كده، خطوط كده وعكس. هو الكيس حلو قوي بيقضي الصينيه بتاعتك مفيش اي مشكله. بالشكل ده هنبتدي نجيب خلية الشيش طاووق او اي حاجه عندنا ليها سن شويه، ونبتدي نعمل كده كده بشكل الزجزاج كده حلو، بيدي بس شكل حلو مش اكتر. بصوا عامله ازاي، حلوه قوي وجميله. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. عندك بقى حابه ان انت تزيني باي حاجه عندك مفيش اي مشكله. انا عندي شويه شوكولاته مبشوره، هبتدي اوزعها كده بالشكل ده. حاجه بسيطه بتطعم لنا الحاجه اللي احنا عاملينها، بتبقى بجد بجد حلوه قوي. شكلها عامل ازاي اهي اهي، شكلها حلو قوي ومش مكلفه ولا حاجه الطريقه دي. هسيبها تتماسك شويه كمان عشان خاطر الصوص الكراميل اللي على الوش ده، ونرجع نقطعها مع بعض. خلاص الكيكه بتاعتي هبتدي اقطعها اهي، انا سبتها في التلاجة شويه اهي بالشكل ده. حاولي بقى ان انت تقطعي يعني قطع مربعات صغيره شويه، ما تكبريش القطعه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان خاطر ما تبقاش كبيره قوي على الاولاد، لان هي بتبقى مسكره شويه من صوص الكراميل كده. ممكن تقطعيها الاول قبل ما تحطي الصوص عليها لو انت عاوزه. اتاكد ان هي اتقطعت كلها تمام. هنبتدي دلوقتي نخرج قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشطرة عامله ازاي،
ازاي. حلو قوي. بص الفراغات اللي جوه بجد شكلها حلو قوي. شوف مفرغة وجميلة جدا وعالية على فكرة، مش السمك بتاعها عالي. المقدار ده حلو قوي على الصينية دي. شكلها من بره عامل ازاي، لكنها قطعة جاتوه مش كيكة عادية خالص. السكون بتاعها كمان انا لسه مخرجاها من التلاجة. بصوا طرية ازاي. طعمها جميل جدا جدا جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله.